السلام عليكم، صحة صيامكم. اليوم غادي ندير معكم شوربه فيغميسال حمراء معاها تاكوس تاكليه تحسبيه تاع برا. جربوهم، تبعي معايا طريقه التحضير. غادي نسحق انا لي كركاس، غادي صدر تاع الدجاج هذاك اللي قلعته منه نسحقه للتاكوس كيما راكم تشوفوا. زوج حبات طماطم، حبه زروديه، حبه بطاطا صغيره، حبه بصل كبيره، قزبر، ربطه قزبر، شويه حمص وطماطم مصبره. في قدرة غادي نحط واحد زوج مغارف تاع الزيت يكونوا كبار، نديروهم على نار تكون متوسطة، ونزيدو نحطو ليه كركاس هادوك اللي كنا قلعنا منه هداك الدجاج. الا كان عندك طروفها تاع الدجاج كيما بغيتي الشوربه تاعك. انا هذه الشوربه غير بلي كركاس وتجيني بنينه، الا غادي تجيك بنينه وصدقيني بزاف اللي يبغوا الشوربه تاعي نديرها لهم وتعجبهم بورتو غير بلي كركاس بلا لحم عليك بلا والو. كيما راكي تشوفي ديك الحبه تاع بصل راني قطعتها عشوائيا، ماشي شرط نقطعها صغار، وتبداي تقلي في هذاك البصل مع داك الدجاج على نار تكون متوسطه حتى يدبل شويه البصل. بهذا الشكل تبداي تحركي فيه باش ما تلصقلكش ديما القدره من تحت. بعد ما دبل البصل كيما راكي تشوفي قدرت ديك الحبه تاع الطوماطيش ولا زوج حبات تاع الطماطم. الطماطم اللي تكون حمراء حلوه تجيك بنينه في الاخر تاعك في الشوربه. قطعيها تاني عشوائيا بهذا الشكل، وزيدي نديرو واحد الحبه تاع البطاطا اللي تكون متوسطه، ما تكتريش ولا تكبري الحبه تاع البطاطا باسكو هذه شوربه وما نبغوهاش تجي ثقيله بزاف، باسكو البطاطا نعرفوها بلي تلاقى النشا تاعها وتقلك الشوربه. زيدي حبه تاع زروديه ولا حتى لزوج حبات كيما تبغي الشوربه تاعك وحسب الكميه اللي تبغي ديريها. قطعيها تاني عشوائي وتبداي تقلي في كامل المقادير تاعك شويه يدبالو، ونبداو هنايا نحركو في داك الطماطم تاع الحب وتدبل شويه. كي راكي تشوفي طلقت الطماطم الماء تاعها من التحت، نبداو نزيدو في لي زيبيس. زيدي من نص مغرف صغيره تاع حرور، مغرف كبيره تاع فلفله حمراء. فلفله حمراء تعطي لك الشوربه تاعك حمراء وبنينه، لقيت تكون فلفله تكون حلوه. نزيدو عود تاع قرفها، ما يكونش غليظ بزاف، يكون غير رقيق متوسط. وزيدي كميه تاع الملح حسب الكميه اللي غادي ديريها تاع الشوربه بهذا الشكل. ونزيدو مغرف كبيره تاع طماطم مصبره. تبداي تخلي هادوك المقادير كامل يتقلاو على نار تكون متوسطه، ما تقويش بزاف النار. نزيدو هذا هو اللي يبنن الشوربه تاعك. كيما راكي تشوفي انا راني شللت هنا واحد المغرف كبيره تاع النعناع اللي يكون يابس، ماشي نعناع خضر، راه النعناع اليابس اللي يطلق بنه شابه. زيدي الربطه تاعك تاع القزبر، انا هنا راني مشلاته كنت خدمته ديما انا ندير هكا ربطات معاه شويه حمص. ندير ربطات تاع القزبر نشللهم مليح وندخلهم في الكونجيلاتير في لي ساشي، وشاك فوا من نبغي نسحق نجبد هذيك الربطه نخدم بها. وتبداي تقلي في المقادير تاوعك على نار كيما قلت لك تكون متوسطه. غطي عليهم شويه وخلي النار متوسطه برك، خلي هذيك الطوماطيش تاعك تدبل والمقادير كامل يتقلاو باش المرقه تاعك تجيك بنينه وشابه. كيما راكي تشوفي عاودت وليت للقدره بعد ما تقلاني مليح. كي تشوفي ما درت لا ما لا والو، ديك الطوماطيش طلقت لاصوص تاعها. هنايا تكوني غليتي الماء تاعك مليح باش تمرقي به، يليق لك الماء غالي باش المرقه تاعك تجي شابه وتجيك بنينه. وتبداي تمرقي في القدره تاعك حتى تدرك ديك الخضره كامل بهذا الشكل. غطي عليها وخليها على نار تكون متوسطه تغلي حتى اللي يطيب لك وتنشف لك شويه مرقه ويطيب لك الحمص. مين يطيب لك الحمص عارفي باللي المرقه تاعك راهي واجده. قلعيها طحنيها، قلعي داك القزبر وقلعي الدجاج تاني وطحني غير بالقدره والكسكاس. ديريها في الخضره تاعك ديريها في الكسكاس وطحنيها غير بالكابشه برك. هذا مكان باش ما تجيكش الشوربه تاعك ثقيله. خليها فوق النار كيما راكي تشوفي حتى من ما ترميش الشوربه الفيرميسيل تاعك حتى تغلي ديك المرقه باش ما تجيكش مجغرنه. حطي كميه فيرميسيل حسب الكميه اللي درتيها تاع لاصوص
وخليها، طفي عليها وخليها. هنا نولوا للطاكوس نخدموه. كما قلت لكم هذاك الدجاج اللي كنت قلعته من لي كركاس غادي نقطع مكعبات، وهذه لاصوص اللي راني وريتها لكم وشفتوها لاصوص تاع الباربيكيو مدخنه بنينه بزاف. الطاكوس هذا اللي درته صدقوني تحس بي شريناه من برا. درت شويه تاني كميه تاع الحرور وكميه تاع الفلفله حمراء حلوه بهذا الشكل. تبغوا تزيدوا فلفله حمراء اللي تكون حاره زيدوا غير شويه، ما تكتروش بزاف باش ما الكو هذا اللي تحصلت انا عليه يليق ديروا هذه الكميه، ما تكتروش بزاف. كما راكم تشوفوا على راس المغرف برك درت شويه سكنجبير، ما تكتريش بزاف، مغرف صغيره تاني تاع الزيت، وخلطي ماريني هذاك الدجاج كامل وخليه يريح على جهه. مادام يريح، مادام ديك لاصوص تطلق في داك الدجاج ويجيك بنين ويجيك فيمي، ما تامنوش راسكم كي يجا. صدقوني جربوه. في مقله حطيت هنا شويه زيت تاني، درت لهم حبه صغيره تاع بصل، ما تكتريش بزاف، قطعيها صغار وخلي هذاك البصل تاعك يتقلى في داك الزيت بهذا الشكل. بعد ما يدبل البصل حطي كميه تاع فيونداشي. هنا الطاكوس اللي غادي نديرو انا اختي غادي نشرط عليك ديريه بالدجاج والفيونداشي باش يعطيك البنه تحس بيه كيما تاع برا. قلي هذاك الفيونداشي مليح، زيدي عليه كميه شويه تاع حرور وشويه تاع ملح هذا ما نديروه فيه داك الفيونداشي باش يجي كي شغل مشوي. قلي مليح الفيونداشي تاعك، بعد من يتقلى ويتحمر خليه على جهه ديريه في طبسي هيا، وقلعي من هذاك المقله كامل داك الفيونداشي اللي يكون لصقلك. ومقله ما غاديش نغسلها ولا ندير مقله واحده اخرى، برك غادي ندير فيها تاني هذاك الدجاج اللي كنت مارينيتو. زيدي كميه صغيره تاع الزيت بهذا الشكل، وحطي داك الدجاج اللي كان دار الكو تاع هذيك لاصوص باربيكيو، لاصوص باربيكيو فيمي بنينه بزاف مع مارينات تاع الدجاج، وخليهم يتقلاو مليح. لا تكون نار متوسطه. كما راكم تشوفوا بعد ما حمر الدجاج شويه قلعته تاني وخرته على جهه، قليت شويه فريت، درت لاصوص فرماج اللي كانت لا كريم فريش مع شويه فرماج شويه ملح برك هذا مكان، ورابيت تاني شويه فرماج. ونبداو نديرو الخبز اللي يكون واجد تاع الطاكوس. انا ما صنعتوش في الدار، شريته واجد. درت كميه تاع كريمه الجبن وزدت هذاك الدجاج، وزدت تاني كميه من الفيونداشي كما راكم تشوفوا، ونزيدو نحطو فوقهم حبه تاع فريت اللي كنت قليته، ونزيدو كميه تاني تاع شويه من الجبن المبشور بهذا الشكل. وغلقي الساندويتش تاعك عشوائي، ماشي شرط تسقميه وديريه بشكل ها كما راكم تشوفوا. وجدي لاباغي تاعك تكون حميتيها شويه، لاباغي تاع البانيناس تجمي اللي ما عندهاش هذه لاباغي دير في المقله. المهم تكون هكا فيها خطوط هذوك باش الطاكوس تاعها يجي شباب. نزيد معاكم الزاوجه كما راكم تشوفوا، درت كريمه الجبن، وتزيدي تحطي هذاك الدجاج في مي تعرف ريحتها هذيك لاصوص بنينه صدقوني جربوه. زدت كميه من الفيونداشي، ونزيدو تاني حبه تاع فريت، كميه من الجبن المبشور، وزيدي معاهم الا بغيتي كميه تاني باش يجيك كلاص الساندويتش تاعك مشمخ شويه. وغلقي الساندويتش تاعك بهذا الشكل. غادي نوريكم طريقه واحده اخرى تاع الغلق تاع الساندويتش اللي يبغيها راكم نوريها لكم. لهنايا كنت قدرت زوج حبات تاع الاخر، درت فوقهم كريمه الجبن باين ندخلهم في الكوشه، ونزيد عليهم فوقها كامل الجبن المبشور، دخليهم في الفور. نقي تكون شويه النار قويه تاع الفور، ما تكونش مهيله باش الجبن تاعك ما ينشفش ولا كريم ما تيبش. هنا غادي نوريكم الطريقه الزوجه اللي قلت لكم عليها بهذا الشكل اللي راكي تخلي الساندويتش على طول كما راكم تشوفوا، وتبداي تغلقي هكا غير بصبعك، ديري جيوب، تصوري تاكوس كيما تاع برا، حطي في لاباغاي تاعك. هاوينا لاباغاي بعد ما طيبت لنا شويه، انا بالخف تقلقت عليها، الا بغيتي تزيدي تحمريه اكثر من هاك زيدي. هاوينا الشوربه تاعنا واجده والطاكوس راه واجد. غادي نحلل لكم الطاكوس تاع اللي درته في الكوشه كيفاش يجي، وغادي تشوفوه باللي تاع الكوشه يجي طري، ماشي كيما تاع لاباغي يجي قاصح، تاع الكوشه يجي طري. مي صدقوني البنه جات بزاف بنينه بهذه الطريقه تاع الطاكوس. شوفوا كيفاش جا بنين برك. السلام عليكم ورحمه الله في وصفه اخرى ان شاء الله. ما تنساونيش بجام. سلام.